صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بالنسبة لإنتاج البيض عند الفراخ. لازم في عوامل كتيرة لازم اهتم بيها علشان احصل على بيض كويس وفراخ تقدر تبيض لي ويبقى الانتاج عالي ما شاء الله. اول حاجة عندي في انتاج البيض، اول حاجة التعرض للشمس. لازم المكان اللي يكون فيه الفراخ يتعرضوا للشمس، خصوصا الشمس اللي هي من حوالي 9 ل 11 الصبح. دي بتبقى شمس طبيعية وبتبقى كويسة جدا بالنسبة لهم، وهتديهم عناصر كالسيوم حلو جدا، والكالسيوم مهم طبعا لقشرة البيض. دي أول حاجة. تاني حاجة تحتيهم يبقى فيه تدفئة، يبقى المكان دافي ما يبقاش برد. في الحالة دي أنا هقدر بإذن الله أحصل على إنتاج عالي للبيض. تنويع النظام الغذائي، يعني لازم يبقى فيه خضرة، لازم يبقى فيه علف. طبعا الفترة من بعد سن 3 شهور ونص أو 4 شهور ببدأ أدي وجبة علف بياض. علف البياض هيساعد الفراخ على إنتاج البيض وهيدي إنتاج بيض عالي جدا. طيب يبقى أنا عندي أول حاجة قلنا الشمس، تاني حاجة العلف البياض وتنويع النظام الغذائي. دي كل الحاجات دي مهمة جدا. بعد كده الأعشاب الطبيعية. الأعشاب الطبيعية مهمة جدا لإنتاج البيض، ومنهم طبعا الشيح عالي جدا وفوائده عالية جدا. ليه؟ لأنه بيقتل أي بكتيريا أو طفيليات أو أي حاجة ضارة في معدة الطائر. يبقى أنا هعمل إيه؟ هروح جايبة مثلا معلقة شيح أحطها على لتر مية وأغليها على النار حسب كمية الفراخ اللي عندك، وأروح حطها على النار تغلي، وبعد كده اروح حطاها مصفياها ومديها لهم وحطها لهم في ميه الشرب. مهمه جدا جدا. الشيح مهم جدا يا جماعه لتقويه بناء الطائر وتقويه مناعته. نحافظ على الموضوع ده. كل الحاجات دي لو عملناها ان شاء الله هنحصل على انتاج بيض عالي.